بص يا معلم، مش كل الملوك كانوا فعلا عاقلين او محترمين زي ما بيقول الكتاب ان اي ملك لازم يكون واعي ودماغه كويسه. احنا النهارده معانا 5 ملوك حرفيا كانوا مجانين، ما عندهمش ولا ذره عقل. يعني مثلا اول ملك هو الملك شارل السادس. هو ملك من فرنسا. الملك ده كان متخيل نفسه ان هو مصنوع من ازاز، فعشان كده ما كانش بيخلي اي حد يلمسه، ولا وزراء ولا حكماء ولا اي حد كبير في البلد يقدر يلمسه. ليه؟ عشان كان بيخاف ان هو يتكسر. ده ما بهزرش، ده فعلا اللي كان بيقول عليه. لو عايز شاكك في كلام يعني خش اتاكد بنفسك. وتاني ملك هو الملك هنري الثامن، وهو ملك من انجلترا. الملك ده كان بيتجوز كتير جدا، اتجوز اكتر من 6 مرات. وكان في عروستين من اللي هو اتجوزهم قطع راسهم بعد الجواز. ليه؟ علشان هو كان نفسه في ولد يورث عرشه، وكل دول ما خلفوش له الولد ان هو عاوز اللي هو يحكم عرشه بعض. يجي بقى لملك مجنون شويه او اكتر منهم بكتير، هو الملك إيريك الرابع. الملك ده من السويد. الملك ده كان بيحس ان الجبنه هي مصدر الشر في العالم كله، وان الجبنه لو اختفت من الدنيا الشر هيختفي، وان الحلال والسلام بتاع الدنيا هيعم على الدنيا كلها. يجي بقى الملك رقم 4 هو الملك نيرون. الملك ده كان ملك من روما، عبقري. بس عبقري لدرجة ان هو ولع في روما، حرفيا ولع في روما كلها بالنيران، وقعد يعزف على كمانجته وهو بيشوف المنظر ان روما بلده كلها بتتحرق. نيجي بقى لأجن ملك فيهم، وهو الملك إيفان الرهيب. أنا مش بقول رأيي فيه، بس هو فعلا اسمه إيفان الرهيب. ده كان ملك من روسيا، وهو كان في ملك في عصره كان التعذيب وكل حاجة وحشة كانت في عصره هو. لدرجة إن هو متنرفز، هو متضايق كده، قتل ابنه بإيده، جاب سيف وذبحه قدام أي حد. لأن هو كان بيقول إن هو الملك ليه هو لوحده ومحدش يقدر يحاسبه على أي حاجة بيعملها. كان عنده فرقة تعذيب خاصة، فرقة كاملة كانوا بيلبسوا اسود وبينزلوا في الشوارع يخوفوا الناس. لدرجة علشان بس الملك دماغه مثلا مش سليمة، متعكرة يا عيني، فكان بيخش يرعب الدولة كلها ويرعب روسيا. لدرجة ان هو سموه اجن ملك في العالم، اجن ملك في التاريخ عامة. بس كده، دول اجن 5 ملوك لحد يعني من وجهة نظري، يعني اجن 5 ملوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك وسلام.